في 4 علامات ممكن يسويها طفلك وتكون مؤشر إنه ما يشعر بارتباط عاطفي آمن معك. في هذا الفيديو راح أشرح لك كل علامة بالتفصيل بناء على خبرتي كمعالجة وظيفية متخصصة في الأطفال وأشياء أشوفها بشكل يومي في عملي مع الأطفال. العلامة الأولى واللي كثير من الأمهات فاهمينها غلط هي الاستقلالية، واللي ممكن تكون شيء ثاني تماماً. دايماً لاحظي وش طفلك يسويه في المواقف اللي يتأذى فيها أو يخاف. الطفل اللي عنده ارتباط آمن فيك راح يجيك تلقائياً، ممكن يبكي ويناديك، ممكن يمد يده عشان تحضنيه، أو على الأقل يشوف فيك عشان يتأكد إنك موجودة. هذا يعني إن تعلم إنك مصدر أمان وراحة يقدر يعتمد عليه. بس لما تلاحظين إن طفلك لما يوقع أو يخاف ما يجيك ويعالج الموضوع لحاله أو يعزل نفسه، أنت ممكن تشوفين هذا كاستقلالية وتفتخرين فيه. بس الحقيقة إنه ممكن يكون إشارة إن الارتباط الآمن والعلاقة بينكم لسه ما تكونت بشكل كافي، ولازم تنتبهين لهذا الشيء. العلامة الثانية تظهر في لحظة فراقك عنه، لما تروحين الشغل أو توصلينه عند جدته أو في الحضانة. الطفل المرتبط فيك بشكل آمن راح يلاحظ إنك رايحة ويتفاعل، ممكن يزعل شوي أو يسألك وين رايحة، أو يطلب منك تعانقينه قبل ما تمشين. وهذا طبيعي ومطلوب. بس النقطة المهمة إن بعد فترة معقولة يقدر يهدأ ويكمل يومه مع اللي يرعاه. أما إذا كان الارتباط غير آمن، راح تشوفين إن طفلك ما يتفاعل خالص لما تمشين، وحتى ما يرفع راسه كأنك ما كنتي موجودة. وبنفس السياق، لما ترجعين البيت الطفل المرتبط فيك بشكل آمن راح يظهر فرحة بعودتك، ممكن يجري نحوك، ممكن يبتسم ويشوفك ويطلب منك تعانقينه ويقول لك اشتقت لك وأنا مبسوط إنك رجعتي. بس لما تلاحظين إن طفلك بشكل منتظم يتجاهلك لما ترجعين، أو ما يهتم، أو حتى يبان إن وجودك يضايقه، هذا ممكن يكون علامة إن الرابط بينكم يحتاج تقوية. وقبل ما نكمل أبي أقول لك شيء مهم جدا. إذا شفتي في طفلك أي من هذه العلامات، هذا مو معناه إنك فشلتي كأم، ومو معناه إن في شيء دائم ومستحيل تغييره. الارتباط العاطفي الآمن يتبنى في أي مرحلة عمرية، لأنه دماغ طفلك مرن بشكل مذهل، والعلاقة بينكم تقدر تقوى كل يوم عن طريق أشياء بسيطة، مثل إنك تستجيبين لاحتياجاته وتلعبين معاه وتحكين معاه، لأنه هذه الأشياء هي اللي تصنع الفرق وتقوي علاقتك مع ابنك. العلامة الرابعة تطلع لما تكونين مع ناس ما يعرفهم طفلك. الطفل المرتبط فيك بشكل آمن راح يفضلك بوضوح على أي غريب. مثلاً لما يجي شخص ما يعرف يكلمه، راح يختبئ ورا رجليك أو يشوف فيك عشان يعرف هل هذا الشخص آمن، لأنه فعلياً يستخدمك كنقطة أمان في المواقف الصعبة. بس إذا لاحظتي إن طفلك مرتاح مع الغرباء بنفس الراحة اللي معك، أو حتى يتحمس للغرباء أكثر منك، هذا ممكن يكون إشارة جدا مهمة نشوفها في عشرات الأطفال كل شهر. وفي الأخير حابة أقول لك على دليل سكينة، اللي هو دليل يدمج بين العلاج الوظيفي وعلم النفس، حتى تتوقعين، تمنعين وتتعاملين بشكل صح مع نوبات الغضب، الانهيارات والسلوكيات الصعبة عند أطفالك، حتى يكبرون ويصيرون أطفال منظمين عاطفياً، قويين، واثقين من نفسهم وسعيدين. الدليل مو بس نظريات، ولكن خطوات واضحة، حلول جاهزة، نصوص تقدرين تستخدمينها بالحرف. لأني أعرف إنك ما عندك وقت تقرين كتب طويلة أو تدورين على حلول في كل مكان. أعرف إنك تبين شيء مثبت إنه يشتغل، وتقدرين تطبقين الأشياء اللي فيه من اليوم. الرابط تحت في الوصف، ألقي نظرة عليه، لأنه حرفياً ممكن يغير حياتك وحياة أبنائك للأبد. إذا استفدتي من الفيديو لا تنسي الاشتراك واللايك عشان يوصل لآباء وأمهات ثانيين محتاجين يسمعون هالكلام. أسأل الله يعينكم على تربية أطفالكم ويجعلهم قرة عين لكم. بنشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.